هو طبعا ردا على السؤال بتاعك، الراجل في المؤتمر اتسأل نفس السؤال ده بالظبط، لا كلمة زيادة ولا كلمة أقل، رد منطقي جدا وسهل وبسيط. قال لهم عمر جابر شغال بشكل كويس مع نادي الزمالك من خلال وجهة نظري وقناعاتي كراجل مدير فني لمنتخب مصر ولاعيب جوكر بيلعب في أكتر من مركز، فبالتالي هيكون مفيد جدا بالنسبة لي خلال الفترة اللي جاية. وآخر معسكر للراجل اشتغل معاه بشكل كويس ولعب ماتشين قدم مستوى واداء جيد، فما فيش ما يستدعي ان انا ما اضموش وما اجيبوش المنتخب بالنسبه للمعسكر الحالي، خصوصا ان عمر جابر كابتن من كباتن منتخب مصر. ورد على فكره كريم فؤاد قال لهم كريم فؤاد انا اول واحد ضمته للمنتخب في الوقت اللي كريم ما كانش اصلا بيلعب فيه بشكل مستمر مع النادي الاهلي، وما كانش المدرب بيثق فيه الثقه اللي انا وثقتها فيه لما ضمته لمنتخب مصر. والوقت ده الناس كلها كانت مستغربه انا ضميت كريم فؤاد ليه، انا عارف ان كريم فؤاد لعيب كويس وانا عرفت ووقفت على مستواه